السلام عليكم على كل محبي ومتابعي محبي الكرة في بورسعيد. النهارده حضرت لقاء طبعا ضمن دوري منطقة بورسعيد لمواليد 2012 في نادي المريخ، لقاء بين نادي بورفؤاد ونادي المريخ اللي انتهى بالتعادل 2-2 وكان لقاء قوي جدا. انما لفت انتباهي ولفت نظري حاجة انا عايز اتكلم فيها وحابب اتكلم فيها النهارده، برغم القرارات في بعض القرارات العكسية لنادي بورفؤاد ما كانش فيه اي اعتراض ولا كلام من مدربين او رئيس قطاع او علاج طبيعي او لعيبه. ده حاجه انا ما توقعتهاش بصراحه. طبعا انا متوقع ان كان اي قرار عكسي في اي انديه بورسعيد ان في اعتراضات كتير على الحكم وفي مشاكل وفي كل حاجه، انما النهارده كان المفاجاه بالنسبه لي ان اللي حصل ان مفيش اي اعتراض خالص، تقبلوا كل القرارات بكل هدوء، مفيش لعيبه بتتكلم، مفيش اي حاجه، قاعدين زي بكل هدوء في مكانهم. فانا حبيت اعمل حواري مع الكابتن خالد شعيب رئيس قطاع البراعم في نادي بورفؤاد علشان اعرف هم عاملين ايه في نادي بورفؤاد او بيفكروا في ايه او وصلوا المعلومه ازاي ان مهما كانت القرارات العكسيه الحكم اللقاء ان هم ما اعترضوش، محدش يتكلم، محدش يعلي صوته. فحبيت اعمل الحوار ده وبالفعل عملت احلى فيديو مع الكابتن خالد شعيب رئيس قطاع البراعم في نادي بورفؤاد، وكان كل الكلام عن المشكله اللي حصل النهارده وكان رايه كالتالي. ومعايا الكابتن خالد شعيب طبعا رئيس قطاع البراعم نادي بورفؤاد، واللي عامل حاله جميله جدا، واللي انا شفتها ان هم حتى الاعتراض على الحكم من الجهاز الفني المتواجد ممنوع، ما حدش بيتكلم القرارات عكسي مش عكسي بيتكلم. كابتن خالد انا عايز اعرف منك المنظومه عندكم بورفؤاد ماشيه ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. برحب طبعا بحضرتك كابتن متولي وبشكر حضرتك على الاستضافه الجميله دي، برحب بالساده المستمعين. اولا المرحله البراعم دي مرحله تعليميه، تعليميه تربويه تكوينيه. احنا اهم حاجه مننا في المرحله دي ان احنا بنربي الولاد على اساس ان احنا عايزين اداء مش عايزين فوز. انت تيجي تسالني مثلا على ترتيب اي فرقه عندي في البراعم اقول لك والله ما اعرف، لان فعلا ما اعرفش ترتيب الفرق ايه. انا اهم حاجه عندي التركيز في الاداء. منطقه الكوره النهارده الاتحاد المصري مشهور ادانا فرصه ان احنا نلعب بفرقتين، فريق اول في الشوط الاول وفريق ثاني في الشوط الثاني، فدي ادتنا مساحه كبيره ان احنا نركز مع كل الولاد، وفي نفس الوقت الحمد لله في كل فرقه عندي في البراعم بفضل الناس اللي موجوده كلها في قطاع البراعم من اول اقل حد لاكثر حد فيهم وانا اقل حد فيهم. عملنا فرقتين الحمد لله رب العالمين، فرقتين في كل فرقه، فرقتين ممتازين، فرقتين ما شاء الله بيأدوا اداء كويس. انا اهم حاجه عندي الاداء والاخلاق والاعتراضات مش من طبعنا خالص. فانت لو تلاحظ النهارده زي مثلا النهارده طبعا الحكم بني ادم والبني ادم خطار، ولكن النهارده احنا مش هنتكلم على الحكم. انا كنت النهارده بسيطر على الجهاز الفني بتاعي كله ان احنا مش عايزين نعترض، لان الاعتراض هو الحكم خلاص صفاره مش هيرجع فيها خالص، فبالتالي مش هنستفاد بحاجه، بالعكس هيبقى القرارات كلها علينا. ولكن انا بقول ان لازم يكون في اجتماع كده من كل الاجهزه الفنيه ان هي تكون قدوه حسنه للعيبه. النهارده مثلا لما الاجهزه تقعد تعترض كتير فبالتالي الاجهزه الولاد هيعترضوا كتير، بس في نفس الوقت الحكم ليه دور. الحكم له دور ان هو لو ما كانش حاسم في المباريات وما كانش هيغلط بس مش كتير، ولازم يكون فاصل في نفس الوقت عشان الولاد ما تنزلش تضرب بعض، والولاد لازم يحبوا بعض، ولازم مهم جدا بعد كل مباراه الولاد يقفوا يسلموا على بعض، لان كل دول زمايل في مدارس، هم مع بعض زمايل في مدارس، سواء في بورفؤاد سواء في الرباط في المريخ في الجمارك في مصر، هم مع بعض في المدارس، لازم يشوفوا بعض يحبوا بعض. انا اتمنى ان شاء الله المنظومه تكمل على خير، وبشكر طبعا نادي بورفؤاد ومجلس الاداره ورئيس القطاع ان هم موفرين كل حاجه لينا، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان احنا بنكون لاعب يخدم الفريق الاول ويبقى نواه الفريق الاول ان شاء الله في المستقبل باذن الله تعالى ان شاء الله. باذن الله. كابتن خالد ومتشكرين لحضرتك. شكرا يا كابتن.